البطولة الذي قدمه المنتخب الجزائري أمام النمسا وحجز بطاقة التأهل لدور 32 من كأس العالم انطلقت ردود أفعال واسعة في مختلف القنوات العربية والعالمية. واليوم نستعرض لكم هذه الردود من مختلف القنوات العربية والعالمية بعد هذا الإنجاز التاريخي. قنوات بي سبور التي قالت: المنتخب الجزائري يؤكد مرة أخرى أنه أحد أقوى منتخبات القارة الإفريقية. أداء تكتيكي رائع وانضباط كبير وروح قتالية جعلت محاربي الصحراء يستحقون التأهل بكل جدارة. وأضاف أحد المحللين: الجزائر لم تلعب للدفاع فقط بل فرضت شخصيتها أمام منافس قوي وأثبتت أنها قادرة على الذهاب بعيدا في البطولة. قنوات الأساسية الرياضية السعودية: مبروك للشعب الجزائري، هذا إنجاز كبير. المنتخب قدم مباراة متكاملة دفاعا وهجوما وأعاد الهيبة للكرة العربية في كأس العالم. قنوات RMC الفرنسية: الجزائر أصبحت مفاجأة البطولة، منتخب منظم سريع في التحولات ويملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق في أي لحظة. قنوات سكاي البريطانية: إذا استمر المنتخب الجزائري بهذا المستوى فقد يكون الحصان الأسود في كأس العالم. إنه منتخب يلعب بثقة وشخصية كبيرة. قنوات راي الإسبانية: الجزائر قدمت درسا في الانضباط التكتيكي واستحقت التأهل بفضل الأداء الجماعي والضغط المتواصل على المنافس. القنوات الإيطالية: محاربو الصحراء أثبتوا أن كرة القدم ليست بالأسماء بل بالروح القتالية والعمل الجماعي. الصحافة العالمية وخاصة منها أمريكية: الجزائر تكتب التاريخ من جديد، محاربو الصحراء يواصلون إبهار العالم. منتخب لا يخفى كبار الجزائر في الدور القادم. أداء بطولي يقود الجزائر دور 32. وأخيرا رسالة إلى الجماهير: الجماهير الجزائرية احتفلت بهذا الإنجاز في كل مكان، معتبرة أن المنتخب عاد فرحة الشعب وأثبت أن الجزائر قادرة على منافسة أكبر منتخبات. والآن تتجه الأنظار إلى المباراة المقبلة، حيث يحلم الجميع بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا في التعليقات إلى دور تتوقعون أن يصل المنتخب الجزائري في المونديال.